الفيديو هو عبارة عن مجموعة من الصور. عشان تشوف صورة سلسة أو طبيعية محتاج 24 صورة في الثانية. لو أقل من كده الفيديو هيبان متقطع. 120 فريم، 240 فريم. في 2 مودز في الكاميرا، مود اسمه NTSC وبال، ودول معمولين عشان الإضاءة الصناعية في بعض البلاد بتفرق. عارف لما بتلاقي اللمبة بتنور وتطفي في الفيديو؟ السبب إن الفريم ريت مش ماشي مع تردد الإضاءة. ال NTSC بيصور 24 و60 فريم بير سكند، والبال بيصور 50 و25 فريم بير سكند. المشكله دي موجوده بس لما بتكون بتصور في اضاءه صناعيه، فلما تسافر اي بلد وتكون بتصور داخلي لازم تتاكد ان التردد مظبوط بان ما يكونش فيه فليكرنج للاضاءه، والحل انك بتحول ما بين الاثنين مودز دول NTSC وبال. الفيديو اللي متصور على 30 فريم بير سكند تقدر تنزله ل 80% من سرعته الاساسيه، عشان ال 30 فريم بيتقسموا على 24 في الثانيه، وهكذا. فيديو متصور على 48 تقدر تبطئه ل 50% من سرعته الاساسيه. خلاص بصور كل حاجة على 60 فريم عشان يبقى عندي الاختيار اني ابطأ. لكن المشكلة لو قررت تنزل حاجة عادية مش سلومو وانت مصورها 60، ال 60 دول هيتقسموا على ال 24 ولازم الجهاز يقرر يعمل ايه في الفريمز الزيادة دي. فلو عملت الاكسبورت بتطلع ساعات حاجات غريبة في الصورة. فحاول على قد ما تقدر تصور الحاجة لهدفها. لو مش هتعمل سلومو صورها عادي 24 فريم بير سكند.